السلام عليكم، يا مساء الورد. معكم علي عبد العزيز وحلقه جديده من سلسله برشامه الساحل. النهارده هنتكلم عن مشروع كالي كوست لشركه ميفن ومالكها محمد يوسف، والشركه ليها سابقه اعمال في السخنه. مشروع لطيف جدا. المشروع موجود في كيلو 192 في نص راس الحكمه. المنطقه دي بحر فيها مقبول بس بيحتاج شويه شغل من المطور، مش كبير. وطبعا كل ما تقرب لمثلث راس الحكمه انت المستفيد بسبب الخدمات اللي هتكون في المدينه. المراحل المطروحه في المشروع استلام من اول سنتين لغايه 4 سنوات ومتشطب بالكامل. سعر الغرفتين بيبدأ من 10 مليون والثلاث غرف 12 مليون، بتقسط على 9 سنوات. وفي اوفر الفترة دي محدود، انا لو قسطت على 6 سنين بتاخد 35% خصم لو مشتري في المراحل الأخيرة. مميزات المشروع: أول شيء طبعا تسعيره يعتبر ممتاز، والمشروع متسلم منه مرحلة وابتدى يبان منه معالم. كمان الشركة ليها تشغيل ساحلي سابق ما عداش عليه فترة بس موجود ومتسلم بشكل لطيف برضه. المشروع نفسه 14% من مساحته لاجونز، وده بيساعد في مشاكل المشروع الأخرى اللي لسه هنتكلم عنها. عيوب المشروع ان اول حاجه الشركه عمرها في السوق صغير واتاخرت شويتين في تنفيذ المشروع ده وتنفيذ مشروع من التاني. كمان الارض نفسها كان عليها مشاكل كبيره، ومفروض انها في طريقها للحل، وفي معلومه بتقول انها اتحلت بس المعلومه عندي دي مش اكيد. وبالنسبه لقصه النزاعات اللي موجوده على الارض، كمان المشروع يعتبر 2500 وحده على عرض شط 600 متر، وده يعتبر ريشيو صعب قوي، والكثافه هتكون مميته على البحر. الماستر بلان ممتازه بس حالمه شويه على حجم الشركه، وده شيء لازم تحطه تحت الاعتبار ان صعب ان هو يتنفذ، ولكن الله اعلم. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 65% وبحطه في مقارنه فعلا مع بقيه المشاريع البي كلاس اللي موجوده في منطقه راس الحكمه، بس معظم الاوقات بيخسر المقارنه لان في افضل منه هنتكلم عنهم بعدين. بس في ناس بتختاره لذوق معين وانا ببيع فيه وشغال عليه عادي، وفي لي عليه طلب عادي. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في اهم السلسله هتفيدك الصيف ده.